السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا النهاردة لحضراتكم معمول بدون سميط، معمول التمر، معمول العجوة، هنعمله بطريقة احترافية مني متابعين الجمال. المعمول بدون سميط، معمول البيضة الواحدة، معمول السريع، وعملناه بطريقة احترافية. وتعالوا كده نشوف ونقطع. بسم الله حبيبي يا رسول الله. بصوا يا جماعه الموضوع عامل ازاي، هش جدا. ولما نيجي طبعا نكسره كده بصوا دايب وناعم اهو. ودي واحده برده كمان اهي، والعجوه جوه والمكسرات. واهم حاجه في الموضوع بصوا يا جماعه الطراوه بتاعته عامله ازاي، هش وجميل جدا. والسوا بتاعه كده فوق وتحت. وده نوع تاني برده من المعمول اهو، هنشوفه كده مع بعض. بسم الله اهو. بصوا يا جماعه الحشو عامل ازاي ولا الهشاشان بتاعه. ونبدا الوصفه على بركه الله. نجحت والطريقه نجحت والطريقه نجحت، والله العظيم نجحت 100%. واللي مش هيعمله مش هياكل معمول مدى حياته. باي. السلام عليكم ورحمة الله. يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات شيف منصور للطبخ اصول. والنهارده يا جماعة بناء على طلب حضراتكم طلبتوا مني معمول العجوة او بسكوت العجوة. احنا هنعمله بطريقة وهنعمله بدون سميط، عشان في بعض الناس ما عندهاش سميط البسبوسة ده وبتصعب عليها تجيبه. احنا هنعمله النهارده بطريقة سهلة وتسموه بسكوت عجوة، معمول تمر، معمول عجوة زي ما تحبوا. والمقادير اللي معانا النهارده على بركه 180 جرام سمنه سايحه درجه حراره الغرفه، وممكن يبقى زبده طريه مفيش مشكله. معانا واحد بيضه، 80 جرام سكر بودره او خشن واتيفر، 80 جرام زيت، 100 جرام نشا، 400 جرام دقيق، 1 معلقه بيكنج باودر. معانا ظرف فانيليا، ومعانا الحشو بتاعنا هيبقى عجوه، وهيبقى فول سوداني او اي حاجه عايزين تضيفوها على العجوه مش مهم. وهنبدا العجين على بركه الله. هننزل بالسمنه بتاعتنا كده يا ست الكل زي ما حضرتك شايفه. بعد السمنه هننزل بالسكر بتاعنا البودره اهو. بسم الله حبيبي يا رسول الله. وبعد كده هننزل بالنشا. يبقى نزلنا بسكر البودره والنشا والسمنه، كل ده هيضرب مع بعضيه. وانا بدات بالنشا مع الوصفه عشان تنعم معايا السمنه وتساعد على الرفع. هيضرب لمده 4 دقايق عشان الحاجه دي تتعرف على بعضها. وبعد كده هننزل بباقي الخامات مع بعض. بعد كده هننزل بالزيت تدريجيا زي ما حضرتك شايفه كده. وبعدين هننزل بالبيضه بتاعتنا اهو. بسم الله. وطالما قلنا بيضه ننزل بالبيضه اهو. بعد البيضه بننزل بالفانيليا على طول. انا بحط ظرف فانيليا، لو حضرتك عندك فانيليا سايبه يبقى نص معلقه صغيره. كل ده هيضرب مع بعضيه. هننزل بالدقيق بتاعنا زي ما حضرتك شايفه كده. ومع الدقيق ننزل البيكنج باودر عشان يجري في قلب العجينه، وهننخله مع بعض. انتهينا من نخل الدقيق. بصوا يا جماعه طلع معايا ايه في الدقيق. مهما يكون الدقيق جودته عاليه لازم ننخله. اول حاجه نوطي الميكسر بتاعنا وننزل بالدقيق واحده واحده. طبعا يا جماعه واحنا بنعجن الدقيق اللي انا بشتغل بيه ده طلع دقيق مخبوزات مش دقيق حلويات، فبالتالي الدقيق ده فيه عرق. فانا هنزود السمنه بدل 180 جرام هنخليها 220 جرام. وحطينا بيضه واحده، هنضطر نحط الثانيه عشان العجين لسه قاسي وعايز يتجانس معانا. ودي للامانه عشان خاطر اللي بيقابلني في الشغل وانا شغال بقوله لكم بكل امانه. واخر حاجه يا جماعه حوالي 3 معالق ميه دافيه اهو في الكوبايه قدام حضراتكم اهو. هننزل بيها دي اخر حاجه، وهنديها تقلبتين ونوقف على كده الميكسر بتاعنا عشان العجينه تتجانس معانا اهو. بصوا احنا اصبحت جاهزه اهي. بسم الله حبيبي يا رسول الله. هنسيبها بس كده ايه ترتاح 5 دقايق على ما نجهز الحشوات بتاعتنا. وادي يا جماعه العجوه بتاعتنا اهي. اول حاجه هننزل عليها بشويه جوز الطيب صغيرين قوي كده، المنكهات بتاعتنا. بعد كده هنحط عليها الفول السوداني بتاعنا اهو. بسم الله. وهننزل بقى ايه بشويه عسل اسمر جمال كده على الرخامه، عشان ده كله هنجنسه مع بعض. هندمج ده كله مع بعض. يا سلام بقى شويه قرفه جمال كده اهم. دي الحشو بتاعنا اللي هنحشي بيه كده يا جماعه. اصبح معانا مرن ومتنكه كويس جدا جدا، وهنقسطه الى كور. طبعا انا عندي الفورمه دي يا حضرات، ممكن اشتغلها في دي او اشتغلها في دي او اشتغلها في دي، وممكن اعمل ال3 اشكال. الفورمه دي بتتباع عند خامات الحلواني وبتوع معدات الحلواني. طب انا ما عنديش، ممكن نكوره كده ونعمله بظهر شوكه باي حاجه يمشي، واحنا بنسهل على حضراتكم. احنا الكيس بتاعنا اهو، خدنا حته عجينه من القمر اهو، بنجنسها كويس جدا اهو. وممكن نحط فيها العجوه على طول كده كاني بعمل الايه الكعك بتاعي اهو.
هنزل بيها في الفورمه دي كده عشان نبصمها، ندوس عليها ونشيل الزيادات اهو. الزيادات دي المفروض نشيلها، فاحنا هنشيلها مع بعض اهو، نبتدي نظبطها اهو، نحطها جنب اختها. نعمل واحده تانيه حاضر اهو. هنفضل شغالين لحد ما الكميه كلها تخلص اهو. نقفل ننزل اهو زي ما حضرتك. انا صغرت دي شويه عشان تمشي معايا يا احمد اهو، دي اجمل على فكره اهو. هنبتدي نشتغل مع بعض المعمول زي ما حضرتك شايفه كده يا ست الكل اهو. بصوا الموضوع عامل ازاي اهو. هنشيله من الفورمه هيطلع معانا بالقمر ده كله اهو. ناخد واحده كمان حاضر اهو. كل ما نصغر كل ما يدينا نتائج افضل اهو. هنقفل قفله كويسه اهو. ننزل ندوس كده بصباعنا بالراحه عشان يبصم معانا اهو اهو. وبشكر كل اللي بيساندني، وبشكر كل اللي بيتابعني، وبشكر إدارة اليوتيوب إن هي خلت المحتوى فعلا محتوى هادف. وأنا شكر خاص لإدارة اليوتيوب، واليوتيوب على راسي وعلى عينيا. وأنا أوعدكم إن أنا هجتهد عشان أقدم أحلى الوصفات وأرضي جميع رواد اليوتيوب. بقى يرتاح لمدة 10 دقايق، وهندخل الفرن على 160 درجة. هيبقى مثلا من 20 دقيقة حسب نوع الفرن اللي عندي. ولما يطلع من الفرن هنوريكم القمر ده عامل ازاي على بركة الله. بسم الله ما شاء الله. خرج القمر من الفرن اهو. دي اللي احنا عملناها بالفورمه اللي هي البيضاء الصغيره. وادي بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه الجمال؟ السوا اهو فوق وتحت اهو. وهنسيبه يبرد وهنسكره مع بعض. حضراتكم شايفين يا حضرات، بصوا البسكوت العجوه خرج او معمول العجوه بدون سميط. وزي ما حضراتكم شايفين طريقه اقتصاديه، وده ناخده مع الشاي، ناخده مع اي حاجه، هيبقى الموضوع معانا حلو. وهنعمل بقى حاجه عشان الشيف منصور بيحلل حلو. هنديله بقى ايه شويه كده سكر كده جمال عشان يظبطوا الدنيا اهو. بص بس السكر بقى يعني ايه، حاجه شعره زي ما بيقولوا. مش عايزين سكر كتير عشان انا مديه سكر في العجين، بس دي حاجه عشان اطفالنا يبقى الموضوع شكله كويس. وانتوا عارفين الحاجه لما بتبقى لها شكل في التقديم بتبقى كويسه جدا. وديت يا جماعه استسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ويشير الفيديو عشان يوصل اكبر عدد. ويا ريت لايك، واي حاجه عايزينها حضراتكم في الكومنتات اكتبوا لي على راسي وعلى عينيا. وانتوا اخواتي وتاج راسي من فوق. وان شاء الله يا رب الوصفه تعجب حضراتكم. ودي طبعا كانت نهايه وصفتنا. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.